الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. لا الخطب هنا هديه هنا. أيوه. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة المؤمنين. أما بعد، طيب اليوم إن شاء الله نتكلم عن الصيام. نتكلم إن شاء الله عن الصيام. والصيام إن شاء الله بناخده من المذهب المالكي، يعني كتاب اسمه أسهل المسالك. كتاب اسمه أسهل المسالك، وهذا الكتاب يعني شارحه واحد سوداني اسمه السيد عثمان الجعلي، شارح الكتاب ده. والكتاب ده مؤلف يعني تقريبا قبل سنين كثيرة جدا، وأفضل شرح هو شرح الشيخ السوداني ده. طيب الصيام يا جماعة في اللغة معناه الإمساك. الصيام في اللغة معناه الإمساك، يعني يقولوا فلان صام معناه أمسك. الأكل والشراب، عن الكلام برضو يسمى الإمساك، لأنه مريم عليه السلام لما جاءت قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قالت لي ناذرة أنا ما بتكلم مع أي زول، فقالوا هذا الصوم، هذا يسمى شنو؟ صوما، لأنه كفت عن الكلام. وأما في الاصطلاح الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج أو ما يقوم مقامهما مع النية. يعني الصيام هو شنو؟ أن يمسك الإنسان عن شهوتي البطن والفرج. شهوة البطن يعني ما تأكل وما تشرب، والفرج أي ما تجامع، مع النية. لا بد يكون بالنية. ليش مع النية؟ تنوي إنك صايم. لأنه لو إنسان مثلا يا جماعة مسكته ملاريا مثلا أو حمى الضنك، يوم كامل ما أكل ولا يوم ما أكل، ده ما يسمى صايم، ما يسمى شنو؟ صايم، لأنه ما نوى. لكن لو نوى يعتبر صوما. طيب والصيام يا جماعة فيه فوائد يستفيد منها الإنسان. أول حاجة فوائد دينية ودنيوية. الدينية تحقيق التقوى، يعني الزول لما يكون صايم بيكون تقي لله عز وجل. لذلك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني الصوم يسد مسد شنو؟ الزواج. فهو بقلل الشهوة، بقلل شنو يا جماعة؟ الشهوة، والإنسان بيكون قريب من ربه. كذلك الزول لما يكون صايم ما بيقع في شنو يا جماعة؟ في حاجات كثيرة لما يكون صايم. أما فوائده الدنيوية الصحة والعافية. الزول لما يكون مكثر من الصيام بيكون عايش في عافية، زي ما الزول كان جسمه خفيف بتكون أيوة، ده بيكون عايش في عافية، وده بحافظ على صحة الجسد. عشان كده صلى الله عليه وسلم قال صوموا تصحوا. قال الزول اللي بيصوم بتجيه صحة وعافية. عشان كده الصيام ده موصى به حتى في الأطباء في الغرب. الأطباء في الغرب بوصل إنه الزول يصوم، بوصل إنه الزول شنو؟ يصوم، يقلل الأكل. كلما قل الإنسان من أكله كلما ازدادت صحته وازدادت عافيته. ثم الشيخ هنا يقول قال يثبت صوم الشهر باستكمال شعبان أو برؤية الهلال، إما بعدلين أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة. الكلام ده معناه شنو؟ الشيخ هنا قال بين لنا كيف يثبت دخول رمضان. أيوة، قال يثبت بحالتين. الحالة الأولى قال باستكمال شهر شعبان 30 يوما. نشوف شعبان 30 يوم. لذا كان ما شفنا ما رأينا الهلال، لأن صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ما قدرت أشوف الشهر، يعني مثلا يوم السبت نحن نتحرى إن شاء الله، ما شفناه. يوم ليلة الأحد نتحرى، ما شفناه. نكمل شنو؟ يوم الاثنين نكمل يوم الاثنين شعبان. يوم الثلاثة ضمان الناس شنو؟ تصوم. أما لو شفناه ليلة الأحد طوال نصوم شنو؟ يوم الاثنين. أو شفناه كذلك ليلة شنو؟ السبت نصوم يوم أحد. قال أو برؤية الهلال. رؤية الهلال، رؤية الهلال زول يكون شاف الهلال. والمالكية قالوا رؤية الهلال ما بتثبت إلا بحالتين. قالوا إما بعدلين، يعني يشوفون فرين عدول. والعدل قالوا الإنسان العدل
هو الذي يجتنب الكبائر ولا يفعل صغائر الخصة، يعني بيعمل المعاصي الصغيرة خسيسة ما بيعملها. وتكلمنا عن الشهادة والذي تقبل شهادته، تكلمنا عن الكلام ده صح؟ تكلمنا عنه في عند الأحكام، قلنا ناس كتار ما بتقبل شهادتهم يا الصديق، دي كلهم شهادتهم مقبولة. أيوة ده ما عنده شهادة. أيوة أيوة نشوف زول عدل، زول مستقيم. الصغيرة دي لقى الصغير دي زول بيقع فيها يا جماعة، الصغير دي، لكن قالوا الصغير ده ما تكون صغير خسيسة، في صغير شينة ما بتليق بالزول، قالوا زول ما يعملها. فديل قالوا شنو؟ ما بتقبل شهادة. الزول العدل هو الزول المستقيم، زول محافظ على الصلوات، زول موحد، زول مكتمل في السنن، يعني ظاهريا كده ما فيه حاجة بيشينه. وهم من ذلك يكون صادق، لأنه الزول جا قال والله ما أنا الناس الهلال ما شاف، لأن قال أنا شفت يا جماعة. نفر واحد على قول الحنابلة نقبل رأيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زمان الصحابة ما شافوا ما رأوا الهلال، جاء عرابي قال أنا شفت الهلال، النبي شال برأيه طوالي. انتوا كيف؟ أيوة. قال لكن الملك قال لابد نفرين، نحن نفر قال لم نقبل به، قالوا احتياطا يكونوا نفرين، والنفرين ذاتوا ناس مستقيمين. أيوة. أول حالة الثانية قالوا أو استفاضة جماعة لم يكذبوا في العادة، قالوا أن تراه جماعة مستفيضة يعني ناس كتار. الإمام مالك قال أقلهم 5، يشوفوا 5 أنفار، دي قالوا ما يشترط فيهم العدالة، دي لو كانوا مجرمين أي صفة فيهم كعبة نقبلها. ليش؟ لأنه مثلا زول في الفريق ده شافوا، في الفريق ده شافوا، الناس متنوعة شافوا نقبل رأي. أيوة أيوة أو 10 أنفار. لكن قال الشرط لم يكذبوا في العادة، يعني من عادتهم ما بكذبوا. طيب ثم قال فبالثبوت امسك ولو بعد الفلق وحكم شوال على هذا النسق. الكلام ده معناه شنو؟ قال لك مجرد ما ثبت شهر رمضان الناس طوالي تمسك. قال حتى ولو بعد الفلق، بعد الفلق شنو؟ بعد انفلاق الفجر، يعني مثلا الساعة 8 جاكم الخبر في الرادة الصباح قالوا نبارك لكم شهر رمضان وليلة أول يوم من أيام ونحن ما قدرنا شفناه، تعملوا شنو يا جماعة في الحالة دي؟ تمسكوا، لكن عليكم قضاء شنو؟ قضاء اليوم ده. لو في زول قال أنا ما أقدر أصوم، خلاص نحن فطرنا ما الليلة بواصل يومي ده، الملكي قالوا عليك القضاء والكفارة، تقضي اليوم ده والصوم معاه كم 60 يوم أو تطعم 60 مسكينة، تطعم 60 مسكين. طيب قال وحكم شوال على هذا النسق. حكم شوال يعني كذلك لما ندين نعرف هلال شوال نعرفه بشنو؟ بنفس الطريقة، بنفس شنو معه، إما يروا 2 أو يروا جماعة مستفيضة ثم نفطر. ثم قال ومن نوى الصوم بلا استيقال وبان ذلك اليوم من رمضان قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. قالوا من نوى الصوم، زول نوى دار يصوم لكن ما كان مستيقن، كان متردد في النية، قال بكره احتمال أصوم واحتمال ما أصوم، لأنه يوم الشك، يعني قال بكره احتمال رمضان مهم، متردد، نيته كان مترددة، نيته ما كانت جازمة. قال وبان ذاك اليوم من رمضان قضاه، لو الصباح أكل ولو ما أكل يقضي. ليش يا جماعة؟ لأنه نيته ما كانت شنو؟ ما كانت ثابتة، لابد النية تكون شنو؟ تكون ثابتة، تكون بيقين. قال قضاه وليمضي على إمساكه، يقضي اليوم ده اللي بعدين ويمسك بقية يومه. قال ويلزم التكفير بانتهاكه، لو فطر يلزمه شنو؟ أن يكفر، لأنه انتهك حرمة شنو؟ حرمة رمضان. ثم قال وصيم يوم الشك للتطوع والنذر إن صادف والتتابع لا للاحتياط، وعليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. الكلام ده شنو؟ صيام يوم الشك، يعني الناس بكرة مترددين هل بكرة رمضان ولا ما رمضان، والناس ما شافوا الهلال. في زول يقول أنا يا أخي احتياطا بصبح صايم، بسحر واصبح صايم، إن طلع رمضان الحمد لله، وما طلع رمضان يا طوعت يا شنو يا فطرت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، ما تصبق. أيوة ما تصبق. النبي صلى الله عليه وسلم حذر شنو من صيام يوم الشك، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا الرجل كان يصوم صوما فليصوم. يعني مثلا يوم الاثنين، أضرب مثال بيوم الاثنين، يوم الاثنين ده صيامه ما بجوز لاحتياط رمضان، لكن يصوم في حالتين. تصوموا في شنو؟ في حالتين. ها؟ أيوة زول قاعد يصوم دائما الاثنين وخميس يجوز لك، لأنه قال لا للاحتياط وعليه يقضي.
ما تحتاط له. قال لك على الأولاد احتاطوا عليه يقضي يوما ولو صادف يوم الفرض. يعني قلت أنا بكرة صايم والصباح ثبت إنه ده خلاص رمضان، تفضل ثبت إنه ده شنو رمضان وده يوم الشك وثبت إنه ده رمضان، قال لك تقضي شنو؟ تقضي اليوم ده، لأن أنت صايم عشان يوم الشك. طيب لكن قالوا زول يصوموا في حالتين. زول نازل قال الاثنين الجاي إن شاء الله حأنذر صيام رمضان، ده النازل يقدر يصوم له يوم، يصوموا حتى لو صادف يوم الشك يجوز. الحالة الثانية قالوا إذا كان قلنا زول قاعد يصوم اثنين وخميس طوالي، فهذه الحالة شنو يا جماعة؟ يجوز له شنو؟ يجوز له الصيام. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أوجبه بالشهر وباحتلامه وصح بالعقل وبالإسلام. الكلام ده معناه شنو؟ يعني هنا بيتكلم عن شروط الوجوب وشروط الصحة. كلمة شروط الوجوب يعني يجب عليك، دي كلمة الوجوب. وكلمة الصحة يعني لا يصح. وهنا الشيخ ذكر شروط الوجوب وشروط الصحة في الشرح. قال شروط الوجوب أول حاجة قال بالبلوغ، يعني الإنسان البالغ يجب عليه وجوبا إنه يصوم. لكن لو ما بالغ يعني صبي صغير ده يصح منه الصيام، يصح منه شنو؟ الصيام، لكن ما يجب عليه. والحنابلة يقولون ينبغي على والد الصبي أن يجبره ويضربه على الصيام حتى يعتاده. يعني ولدك لازم شنو تضربه، عمره 10 11 12 تعلمه يومين تعوده، لابد شنو قالوا تجبره. يعني مميز عمره 12 13 يعني قول ما يبلغ، بس لابد قول ما يبلغ يصوم نص شهر، لما يجي يبلغ يصوم الشهر كامل لازم. لكن لو فرطت تحاسب يوم القيامة في أولادك ديل محاسب. قال والشرط الثاني قال أوجبه بالشهر، يعني بدخول شهر رمضان. لو رمضان ما خش زول قال دار صوم قبل رمضان، صوم لي 3 يوم قبل رمضان، إن جاء رمضان خلاص ما جانا صايم. ده لو صام شنو يا جماعة؟ ما بصح منه ولا يجب عليه. طيب دي شروط شنو؟ دي شروط الوجوب. أما شروط الصحة في شروط شنو؟ شروط صحة ووجوب معا. قالوا شروط الوجوب والصحة معا العقل. الزول العاقل ده يجب عليه الصيام ويصح منه. لكن زول مجنون، في زول مجنون قالوا هذا لا يجب منه عليه الصيام ولا يصح منه لو صام. زول مجنون من الصراحة قال ناس صايمين أنا قال صايم معاهم، عارفين إنه زول ده شنو ما نصيح. أيوة ده لو عندك زول مجنون في البيت لا قدر الله توكلوا يشربوا عشان ما يصوم ساي يتعب نفسه، لأنه ما يجب عليه شنو؟ ما يجب عليه الصيام. لكن المالكية عندهم شيء يتفردوا به وقالوا عندك زول مجنون جنة بعد زمن جا راجع عقله جا وراجع يصوم الأيام شنو؟ أيوة سنة سنتين ل5. قالوا لي 10 سنة جنة 10 سنة قالوا ما يجب عليه. كذلك الشرط الثاني قالوا النقاء من دم الحيض والنفاس. يعني المرأة الحيض لا يجب عليها الصوم ولا يصح منها الصيام لو صامت. مرة قالوا دار الصوم ما بصح منها حتى تطهر، ولو جاها قبل المغرب بدقيقة، بس قبل شمس الغيب بدقيقة خرج من الدم بطل الصوم ويجب عليها شنو؟ يجب عليها إعادة هذا اليوم قضائي. دي شروط شنو؟ كذلك من شروط الصحة والوجوب الإسلام. زول كافر لا يجب عليه الصيام ولا يصح منه ولو صام. زول ما بصلي مثلا نهائي ما بصلي، ده كافر على القول الراجح، ده لا يصح منه الصيام ولا يجب عليه اصلا لانه كافر اصلا. ده شنو يا جماعه؟ او زول بينادي الشيوخ ده برضه لا يصح منه الصيام ولا يجب عليه الصيام لانه لسه ما خش شنو؟ ما خش الاسلام. ايوه لانه انت لما تقول يا شيخي الحقني مثلا او بتخاف من الشيوخ انت مو ماسك في الله معنا، مو ماسك شنو؟ مو ماسك في الخلق، وانت صايم له ليه؟ ده لابد يا جماعه الناس شنو؟ تفهم هذه النقطه. طيب دي شروط الوجوب وشروط الصحه. فهمتوا يا جماعه؟ شروط الوجوب قالوا وجبه بالشهر وباحتلامه، يعني يجب بحيتين، بدخول الشهر يجب، وباحتلام يعني بلوغ الصبي.
ثم قال وصح بالعقل وبالإسلام. دي شروط شنو؟ وجوب وصحة معا، بالعقل وكذلك الإسلام. كذلك قالوا من الشروط، من شروط الوجوب القدرة على الصيام. زول ما قادر، إما عاجز، زول كبير عاجز ما قادر يصوم، ده ما يجب عليه الصيام. لكن لو صام يصح منه، ده شروط وجوب. لو صام يصح منه لكن ما يجب عليه. إنك زولك كبير عمره 80-90 أو مرة كبيرة شديد، دي ما يجب عليه الصيام. لكن تطلع بدله شنو يا جماعة؟ فدية، تطلع 2.5 كيلو تديها زول شنو مسكين. طيب ثم قال دار يتكلم عن أركان الصيام. قال ونية سابقة للفجر، ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر، ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. الكلام ده معناه شنو؟ قال من أركان الصيام النية. لا بد يا جماعة الإنسان يبيت الصيام من الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له. يعني أنت مثلا بالليل بكرة قالوا الصيام، تنوين بالليل، تنوي انك شنو بكره صايم، تنوي كيف؟ ده نزل يمثل النية. ما معنى النية؟ النية طبعا في اللغة هي القصد، وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل العبادة. النية كيف؟ مثلا رمضان قالوا بكره يوم الاثنين ان شاء الله، يوم الثلاثاء بتعشى والصحة. ايوه، ده شيء عملي. لكن النية ذاتها كيف؟ ده مثال، انت ضربت مثال جيد. كيف تنوي؟ انا ناوي بكره اصوم. ايوه، تقول نويت بكره شنو؟ اصوم، او دار اصوم بكره. طيب زول يقول لك كلامنا معناه شنو؟ لو في زول يا جماعه نام من بعد العصر بكره الصيام، مو عارف بكره الصيام، قام نام ما صحى الا بعد شنو؟ الساعه 8 صباحا. صحى قالوا زول ليه امبارح الصيام ثبت، ده لو صام يصح ولا ما يصح؟ ما يصح منه، لانه ما نوى اصلا بالليل. ما نوى شنو؟ ما نوى بالليل. ده المقصود للنيه. قال ونيه سابقه للفجر، لابد يكون قبل طلوع الفجر. طلوع الفجر طبعا اليومين ديل بيطلع الساعه 4:51 دقيقه، يعني تنوي قبل شو ان شاء الله بدقيقه، قبله بدقيقتين. كل يوم لا يلا هو قال لك شنو؟ ما انت هنا. قال ونية سابقة للفجر في كل صوم وكفت في الشهر. الكلام ده معناه شنو؟ ذكر فيه مسألتين. قال في كل صوم، سواء كان نافلة أو فرضا، دار تصوم رمضان أو دار تصوم نفلا، تنوي شنو من بالليل. لكن يا جماعة في قول آخر وهو القول الصحيح والراجح، إنه النية في النافلة ما بتجب. يعني مثلا أنت يوم الاثنين جيت الصباح قلت له ما في فطور، في شاي، في حاجة، قالوا ما في، هالليل مقحطة، طوال تقول إني صايم بشرط ما أكون أكلت حاجة، يجوز. ده عند شنو يا جماعة؟ ده عند الحنابلة. الدليل على كلام شنو؟ صلى الله عليه وسلم جاء يوم لبيتي قال لهم في حاجة، قالوا ما فيش، قال إني صايم، قالوا شنو؟ إني صايم. ومرة صلى الله عليه وسلم سبت عاشوراء بعد الفطور، قال الناس كلها تمسك، الناس شنو تمسك. إذا يا جماعة صيام النافلة ما يحتاج شنو؟ النية. صيام النافلة ما يحتاج نية. الصباح جيت ما لقيت أي حاجة، قالوا لا في فطور لا في غدا، طوال يتم شنو؟ أخير ما تكون قاعد ساي. أيوة أخير شنو ما تكون قاعد ساي. لكن المالكي قالوا لا، قالوا ده ما صح، لابد تنوي شنو؟ قبل الفجر. قالوا ثم قال في كل صوم وكفت في الشهر. كفت في الشهر كيف؟ يعني نية واحدة تكفي الشهر كله. يعني مثلا قالوا الصيام يوم الاثنين إن شاء الله، تنوي من يوم 11 ده 11/3 ده لنهاية شنو؟ نهاية الصيام لمدة شهر كامل، دي شنو؟ جائزة. ثم ضرب لك مثال، قال لك النية التي يجب التتابع فيها، قال لك كل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. يعني كلامه معنا شنو؟ قال لك النية تكفي في مرة واحدة إذا كان في صوم يجب التتابع، زي شنو؟ كالقتل، لا قدر الله قتلت لك زول خطأ طبعا، لكن لو قتلت زول متعمد انت مواك جهنم وبئس المصير. لكن قتلت خطأ، ساق عربيتك دقشت لك زول مات، تصوم شنو يا جماعة؟ تصوم شهرين متتابعين. تصوم شهرين شنو؟ متتابعين. دي تنوي نية واحدة من أول يوم، تنوي نية واحدة. أو الظهار. الظهار معناه شنو يا جماعة؟ الظهار زول يقول لمرته أنت علي كظاهر أمي، يعني أنت حرمان علي نهاية. أو زول يقول لمرته أنت حرمان علي نهاية، حرمان عليك دار ترجع لها تاني، لابد شنو؟ تصوم كما يا جماعة؟ شهرين متتابعين. طيب ديل يجي فينا نية واحد تكفي. قال لا التطوع. يعني التطوع يا جماعة بيختلف، لابد تنوي له. مثلا زول بيصوم اثنين وخميس طوالي، يوم الاثنين تنوي، يوم الخميس تعاني تنوي. طيب ثم قال لكم من أركانه
والطهر من كالحيض قبل الفجر وصح قبل الغسل بعد الطهر. الكلام ده معناه شنو؟ المرأة يا جماعة المرأة الحائض لا بد شنو تكون طاهرة للصيام. امرأة مثلا طهرت قبل الفجر طهرت مثلا الساعة 4:30. والطهر يا جماعة عند المرأة بحاجتين. كيف تعرف المرأة انقطع من الحيض؟ بحالتين: خروج القصة البيضاء وهي ماء أبيض كالجير، معناه خلاص الحيض انتهى، أو بالجفوف، يعني تدخل قطنة فإذا خرجت وليس معها دم معناها طاهر. عرفت نفسها طاهر طوالي تنوي وتسحر. لكن لو اغتسلت بعد شنو؟ بعد طلوع الفجر، يعني مع الصلاة مثلا، يصح من هذا. ثم قال وكذلك من أركان، قال وترك إخراج المني الداعي. وترك إخراج شنو؟ المني الداعي والقيء والمذي أو الجماعي. الكلام معناه شنو؟ يعني من أركان الصيام ترك المفطرات. من المفطرات إخراج المني. زول خرج منه مني، المني ده يا جماعة بيخرج بحالات. بيخرج شنو؟ بحالات. إما يخرج بالنظر، زول بعاين كثير في الأفلام، خدت جرائم ثقيلة في تلفونه، بعاين كثير قام خرج منه المني بالشهوة، ده شنو يا جماعة؟ عليه القضاء والكفارة. عند المالكية عليك القضاء والكفارة. تصوم اليوم ده وتطعم 60 مسكينا، أو تصوم شهرين متتابعين، أو تعتق رقبة. أو زول بيتفكر في الفحشاء والمنكر، خرج منه شيء، ده عليك شنو؟ عليك 60 يوم. ده شنو؟ ترك إخراج المني الداعي. قالوا إما بالتفكر أو بالنظرة أو باللمس أو بالجسة أو بالمباشرة. يعني مثلا جات مرة بالشارع قوم سلمت عليها، خرج منك مني، ده شنو يا جماعة؟ يوجب شنو؟ إبطال الصوم. قال وكذلك القي معناه شنو يا جماعة؟ طراش. زول مثلا مرة بطنه فل. الطراش ده ابن القيم قال ومن الأدوية النافعة الاستفراغ. يعني يوم من الأيام بطنك كتمة حارة، النفس أول ما يطلع نهائي، تقوم تتسوق ولا شنو، تدخل أصبعك طوال يطلع عليك كده، بتحس براحة. قالوا ده علاج. زمان العرب كانوا بيعملوا علاج ده، يعني انت ملي حال النفس ما بيطلع نهائي طوالي، اول البطن كركبت كركيبه شديده تعمل الشغل ده. زول في اثناء الصيام قام يندقش دكشه صح في شنو؟ في الفجر، سحر سحور ثقيل، سحر وقام غلط عليه بطنه ما ارتاح نهائي، فقام خرج منه القي. عنده حالتين: اما يخرج براو، اما تخرجه ده ما عليك حاجه. لكن لو طلعته براك، الجبري ده، ايوه الجبري ده شنو يا جماعه؟ ده بيسبب لك شنو؟ بيسبب لك الافطار. زول قال لي بيحدث يا جماعه السواق. زول يقوم يسوق لسانه في شنو؟ نعم ايوه ما تسوق لسانك في اثناء الصيام، تسويك قبل الفجر، يقوم يسويك يقوم يطلع منك. لان صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استاق عمدا فليقضي. طيب لو الغيده الجاي بدون خاطري ده استفرغت او رجع منه شيء؟ ايوه المالكيه قالوا لو رجع منك شيء عليك القضاء، ما عليك كفاره. لو غلبك غلبان. لكن قال لو اتعمدت خليته رجع براو، في هذه الحاله عليك القضاء والكفاره. طيب قالوا المذي برضه من مبطلات الصيام عند المالكيه، لكن القول الصحيح المذي ما هو من مبطلات الصيام. المذي معناه شنو يا جماعه؟ لازم الناس تعرف البول، اي ذول عارف، والمني والودي والمذي. المذي ده بيجي المذي يا جماعه ده بيشبه البول. بيشبه شنو؟ يخرج عند اللذه الصغرى، يعني بيش زي البول لكن بيطلع شنو؟ يعني لزج. ده بيطلع عند الشهوه، عند مقدمات شنو؟ ده عند المالكيه يبطل الصيام، لكن القول الصح ما يبطل الصيام، لانه ده كثير الناس واقعه فيه. يعني زول في ناس في رمضان بيحضروا الافلام والمسلسلات، او زول مثلا بيتفكر، خرج منك شيء مذي، عند المالكيه باطل الصيام، لكن القول الصحيح ما باطل. اول جماع، انسان جامع زوجته نهارا في رمضان، ده شنو يا جماعه؟ كذلك يبطل شنو؟ يبطل الصيام. اخر شيء نختم به قال وتركه إصال ما تحلل. وتركه قال إصال ما تحلل لمعدة أو حلق لا كإحلل. الكلام ده معناه شنو؟ قال لك وترك إصال ما تحلل، يعني ما أي شيء مايع ما تخليه يدخل إلى بطنك نهائي. المالكية قالوا يوجد منافذ: الفم والأنف والعين والأذن، وكذلك الدبر، وكذلك شنو؟ يعني طعن الحقنة. ده قالوا أي حاجة شيء تحلل دخل لجوفك وحسيت طعمه في البطن، ده قالوا يبطل الصيام عند شنو؟ عند المالكية. يعني أنت في أثناء الصيام المالكية قالوا الكحل يبطل الصيام، قطرة الأذن تبطل الصيام. يبدأ كيف؟
لكن قالوا زول بلع حصحاصة دي قالوا لا تفطر. قالوا شنو؟ لا تفطر. طيب وترك إيصال ما تحلل لمعدة قالوا مهم ما يدخل، لكن القول رايح ما زول الكحل جائز ولا ما جائز يا جماعة؟ يجوز للرجال والنساء، وهو يعني مفيد للعين، يعني الناس الكبارات ديل يعني زول جاب له كحل أصلي بنظف لك عيونك ديل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالإثم فإنه يجلي البصر وينبت الشعر، يعني شعرك ده انتهى يقوم لك تاني راجع. لكن طبعا بلدنا لو يعني كحلت مشكلة كبيرة. طيب قالوا لو تكحلت بطل الصيام، لو قطرت يعني حاجة في أذنك بطل الصيام، كذلك أنفك. لكن القول الراجح يا جماعة الكحل ما تفطر، وكذلك القطرة في الأذن لا تفطر. لكن إلا شيء شنو يا جماعة مغذي، أو دخل لك شنو بأنفك أو فمك، أو عملت لك إبرة مغذية. لكن زي إبر البتاع السكري ما بتفطر، إبر السكري لا تفطر. قال وترك إيصال ما تحلل لمعدة، المهم لو دخل معدة. قال أو حلق، قال لو دخل الحلق ده هنا دي بس طوال يفطر. قالوا لا كإحلل. الحليل هو يا جماعة شنو؟ ذكر الرجل لو ادوك حقنة بالذكر قالوا لا تدخل شنو للمعدة. أما إذا كان المرأة يعني عملت يعني حبوب عن فرجها بفرجها، أو دخلوا لك حقنة